في القانون الان، قانون المسطره الجنائيه، راه ما بقيناش غادي نديروا نفس الطريقه ديال التبليغ في السنوات الفارطه. غادي نمشيو نبلغوا في العنوان اللي عطانا المدعي او النيابه العامه الا ما لقيناه. للنيابه العامه ان تدخل مباشره العنوان بالبطاقه الوطنيه وتمشي للبطاقه الوطنيه. العنوان اللي كان في البطاقه الوطنيه لقاتو كان بها تبلغوا، الا ما لقاتو بدل العنوان وكذا وما غيروش البطاقه الوطنيه يعتبر التبليغ صحيحا. دابا شي واحد عنده دعوه جنحيه الا بدل العنوان وما ولا عنده دعوه مدنيه وبدل العنوان وما دارها في البطاقه الوطنيه غيمشي للحبس، غينفذ العقوبه. ما بقاش لا نديروا ليه حكم غيابي ويتعرض عليه وعاوتاني نحكموا عليه وعاوتاني استئنافي غيابي، هذاك كله انتهينا منه، ما بقاش الخيم. ولا دابا الان كان غادي نمشيو للعنوان ديال البطاقه، اللي عنده شي بطاقه الوطنيه عنده فيها العنوان القديم يمشي هذا العنوان الجديد، راه ما غيطرح من باقي شي واحد باش ما نضيعوش الوقت. هذا الشيء اللي عطى الله، الشيء درنا في القانون. السلام عليكم. تعقيب سي وعمر، تفضل. السيد الوزير على هذا الجواب الواضح. السيد الوزير، لا يخفى عليكم ان اكبر مشكل اللي كيواجهه المتقاضرين هو الصعوبه ديال التبليغ بالطبع. كيتعمدوا كيف قلتوا نيت في الكلمه ديالكم على اخفاء العناوين الحقيقيه للاطراف، مما كتفقد هذه المسطره ديال التقاضي الجدوى ديالها، لان الا ما بلغناه ما درنا والو. سيد الوزير، كتعرفوا باللي لا يمكن صدور الاحكام الا بعد سلوك اجراءات جد معقده في القانون ديال المسطره المدنيه الحالي. وكيف كتعرفوا المواد 37 38 39 راكم عارفين هذا الشيء. استبشرنا خيرا السيد الوزير بصدور قانون المسطره المدنيه الجديد اللي صرفتوا عليه واللي يسر هذه الاجراءات كيف قلتوا من اخر عنوان اللي هو البطاقه الوطنيه، اللي كنلتمسوا منكم السيد الوزير بالجرأه المعهوده فيكم باش تحاولوا يتناقش في اقرب وقت ممكن باش يخرج الحيز التنفيذ وحيز التطبيق ان شاء الله، لان ما كنلبسوا فيكم الا الخير على المجموعه ديال الامور اللي خرجتوا. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب. هل من تعقيب اضافي في الموضوع؟ لما كاينش امر